السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى هذا الفيديو تلقاكم في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله. ودائما كنشكركم على الدعم ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم ليا. شكرا الناس اللي كتدعمني وكتحفزني وكتخليو ليا تعليق، شكرا لكم كاملين صراحه، كتفرحوني وكلمات شكر قليله في حقكم. وكنتمنى من كل قلبي لاول مره كيشوف القناه ديالي او كيزور القناه ديالي ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه. من طبيعه الحال الا شفتوا المحتوى ديالي كيستحق الدعم وكيستحق التشجيع، يعني ما تبخلوش عليا في القناه يعني، وتقوموا بالاشتراك فضلا وليس امرا، غير تعطوني خطوه انني نزيد القدام ان شاء الله ونحقق الشرط اللي باقي ليا، لان 3 سنوات ومازال ما حققتش يعني الشرط الاخير ان شاء الله. شكرا لكم كاملين بكم. وبهذا الفيديو غادي نقول لكم رمضان على الابواب، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والعافيه ان شاء الله. والوصفه ديالنا ديال اليوم اللي هي واحد البسبوسه كتجي فازقه، كتجي شاربه هاد السيروم، كتجي معلكه، كتجي فتيه، كتذوب ذوبان في الفم يعني، بكاس ديال السميده. يمكن لكم تقادوا هاد البسبوسه، راها كتجي رائعه جدا يعني، ما نقول لكمش كتجي سهله وسهله في التحضير وسهله في المقادير ديالها في متناول الجميع، يعني مقادير بسيطه والاهم انها كتجي بنينه. ديما كنبغيو نديروا حاجه المقادير ديالها بسيطه وتكون في متناول الجميع، ويعني النتيجه خاصها تكون تجي لينا بنينه وتجي لينا مزيانه من طبيعه الحال. غادي نبداو بالمقادير ان شاء الله وطريقه التحضير. ودائما ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو اللي عجبتكم الوصفه. عندي هنايا 3 البيضات، نصيحه ليا ديما البيض تغسلوه مزيان. عندي كاس العنبه ديال زيت المائده وكاس ما عمرش ديال سكر سنيده اللي هو سكر حبيبات، انا نقصت واحد الملعقه كبيره، اللي بغى يدير كاس عامر يديرو. عندي هنايا واحد الياغورت بنكهه الفاني، عندي كاس ديال السميده يعني السميده اللي كنقادو بها الحرشه على هذا الشكل هذا. غادي نخلي لكم دائما المقادير مكتوبه في صندوق الوصف. وهنايا غادي ندير واحد الليمونه حكاها يعني برتقاله مبشوره، اللي ما بغاش يدير البرتقال يدير ساشي ديال الفاني. عندي هنايا 2 معالق كبارين ديال الكاكاو المور، قبيصه ديال المليحه، وهنايا 2 ساشيات ديال بيكن باودر يعني خميره الحلويات الوزن 16 غرام. غادي نخلي لكم المقادير كيف ما قلت لكم من طبيعه الحال في صندوق الوصف. غادي ناخذ الاناء ديالي وغادي ندير دوك 3 ديال البيضات. دائما كيف ما قلت لكم البيض حاولوا ما امكن، راه هاد الايامات حنا كنشريو البيض كيكون فيه كيكون مسخ شي شويه، حاولوا ما امكن تغسلوه مزيان، عاد داك الساعات ديروه في تحلوه وديروه في ليكيك ديالكم او اي حاجه كديروا فيها البيض. هنايا درت سكر ديال سنيده اللي هو سكر حبيبات، كيف ما قلت لكم سكر ديال كاس ديال العنبه ديال سكر سنيده، حيت منه واحد الملعقه كبيره، ما بغيتش الحلاوه بزاف، ولكن اللي بغى الحلاوه يدير كاس العنبه يكون عامر. انا يعني واخا نقصت منه داك ملعقه كبيره جاتني الحلاوه هي هذيك مزيانه. هنايا خلطت داك سكر سنيده مع البيض مزيان حتى كتحسوا بداك الحبيبات ديال سنيده ما بقاوش كيبانوا ليا. عاد غادي ندير كاس ديال العنبه ديال زيت المائده، انا كنخوي الزيت وانا كنخلط من طبيعه الحال. ومن بعد غادي نزيد واحد العلبه ديال الياغورت بنكهه الفاني، الوزن ديالها تقريبا 120 غرام ولا 110 غرام، ولكن غادي نخلي لكم المقادير مكتوبه بالتدقيق في صندوق الوصف. هنايا غادي نخلط المكونات ديالي كلهم، انايا هنايا خلطتهم يعني غير بيديا. نتوما الا بغيتوا تخلطوا المكونات كاملين في الخلاط الكهربائي راه يمكن لكم كديروا المكونات كاملين يعني في الخلاط الكهربائي، بالبيض بالزيت بالياغورت بكل شيء، كتخلطوا كل شيء وتدخلوه في المول ديالكم. انا درت هنايا يعني استعملت غير الخلاط اليدوي هكا غير بيديا. هنا من بعد غادي نزيد دوك 2 معالق كبارين ديال الكاكاو المور. انا يعني واخد داك الكاكاو المور يعني الكاكاو المور راه فيه 2 الانواع، كاين البني وكاين اللي كيكون اسود الغامق. انا خديت داك الاسود غامق، نتوما بغيتوا ديروا هذا ولا بغيتوا ديروا البني اللي بغيتوا. الا ما عندكمش مثلا الكاكاو المور ديال لابار يمكن لكم ديروا 3 ديال ساشيات ديال كاوبيل، يعني كاوبيل اللي كنعطيوه للدراري الصغارين. هنايا غادي نزيد واحد البرتقاله مبشوره، كيف ما قلت لكم اللي ما عندوش البرتقال مبشور او ما كيتعجبوش النكهه ديال البرتقال يعني اللي هو الليمون، يمكن له يدير ساشيه ديال
ديال الفاني اللي هي 7 غرام، او ملعقه صغيره ديال الروح د الفاني. من طبيعه الحال حتى هو كيجي بها المذاق زوين. انا هنايا ما كانش عندي الفاني السائل وما كانش عندي السكر ديال الفاني، يعني كان عندي الليمون. فضلت انني ندير داك النكهه ديال الليمون، يعني حكيت الليمونه جاني واحد المذاق مزيج ما بين الاذواق، جاني رائع جدا. هنايا زدت داك كاس ديال السميده، السميده اللي كنقادو بها الحرشه، زدت كاس وزدت من موراها 2 ساشيات ديال خميره الحلويات اللي هي البيكن باودر، وخلطت المقادير ديالي كلهم. الخليط راه ما كيكونش عندنا ثقيل، كيكون عندنا خفيف على هذا الشكل هذا. هنايا مباشره غادي ندوز ناخذ المول ديالي اللي غادي ندخلو الفران. انا خديت المول، هذا المول الطويل هذا. نتوما يمكن لكم تستعملوا اي مول بغيتو، يعني سواء دائري او مستطيل او مربع اللي بغيتو، ولكن فضلت انني ناخذ هذا. دهنته مزيان بالزبده تفاديا باش دائما لي كيك ديالنا او البسبوسه فاش كندخلوا شي حاجه الفران كندهنوها مزيان. هنا ما درتش يعني الدقيق، ما درتش الطحين، درت الكاكاو والمر. اللي بغى يدير الطحين يديرو، انا غير شاط ليا واحد شويه ديال الكاكاو وقلت علاش لا ما نديروش، يعني نديرو في عوض الطحين. ولكن نتوما الا ما عندكمش يمكن لكم ديروا غير الطحين صافي. هنايا كناخذ الخليط ديالي وكنخويه كامل على هذا الشكل. كيف ما كتشوفوا راه الخليط ما كيكونش عندنا ثقيل، هذا الخليط راه كيكون عندنا خفيف. دائما في لي كيك ديالي كيف ما كنقول لكم راه ما كنشعلش الفران يسخن حتى غادي نحط المول ديالي لداخل في الفران، عاد غادي نشعل العافيه وغادي نقص ليها وكنخليه يطيب. يعني كنحسب تقريبا واحد 40 دقيقه الى 45 دقيقه، غير كنشم الريحه صافي كنحل نطلع على لي كيك ديالنا او البسبوسه. هنايا خرجتها من الفران، دائما درجه الحراره 180 درجه. انايا عندي الفران ديال الغاز، طيبتها من الفوق، من الفوق ما هبطتهاش لتحت، يعني طابت ليا من الفوق صافي هبطتها، خليتها طابت على راحتها. هنايا السيروم باش غادي نسقي الكيك ديالي، عندي كاس العنبه ديال الحليب، وعندي هنايا تقريبا 16 ديال القطعه ديال الشوكولا، راني حسبتها قدامكم. عندي 16 وحده، بغيتو ديروا 16 بغيتو ديروا 18 19 يعني على حسابكم نتوما. هاد الحليب هذا غادي نديرو على العافيه، يعني غادي نحطوه على النار حتى كيغلى ليا شويه، حتى كنحس به سخن ليا. عاد غادي ندير من بعد داك الشكلاط، يعني ما غاديش ندير الشكلاط مباشره في الحليب وهو بارد حتى كيغلى شويه. هنايا راني شعلت العافيه، حسيت حطيت الكاسرونه ديالي الحليب على البوطه، حسيت به انه بدا كيغلى ليا صافي. كنزيد داك القطع ديال الشوكولا، شوفوا هو داب ليا. ما ديروش وهو بارد، ضروري انه يسخن شي شويه صافي. من بعد كندير داك الشكلاط ديالي كله، داك 16 القطعه اللي قلت لكم صافي، وغادي نحيدهم فوق النار وغادي نحركها صافي. هذا هو السيرو باش غادي نسقي الكيك ديالي. راه ما درتش انا حيدته، راني ما درت لا سكر سنيده لا حتى شي حاجه، لان دايره تبارك الله 16 القطعه ديال الشكلاط. راه الشكلاط كيكون حلو، يعني الحلاوه الشكلاط راه الله يخلف ويجعل البركه مع كاس العنبه اللي خلطنا بها البسبوسه ديالنا. الحلاوه ديال هاد البسبوسه جاتني انايا هي هذيك مقاده نيشان، يعني الحلاوه ديالها معتدله، جات يعني جات هي هذيك بنينه صافي. غادي نخلط داك الشكلاط مع الحليب حتى كنحس به داب ليا. مباشره غادي ندوز نسقي الكيك ديالي، يعني البسبوسه خرجتها من الفران حطيتها جانبا حتى بردات، يعني البسبوسه تكون بارده والسيرو يكون سخون باش هكا كتسقى لكم مزيانه. الا كانت البسبوسه سخونه خاص السيرو باش غادي تسقيوها يكون بارد، يعني ديما كنديروا العكس. كيف ما قلت لكم البسبوسه ديالي خرجتها من الفران خليتها تبرد، والسيرو كما صوبته غادي ندوز مباشره نخويه عليه ما حدو سخون. الا كانت البسبوسه سخونه خاص السيرو يكون بارد. هذه كنصيحه باش هكا، حيت الا درتو البسبوسه سخونه والسيرو سخون البسبوسه ديالكم او الكيك ديالكم كيتعجن، كيجي معجن من الداخل وكيجي مدقص. من الاحسن دائما تخالفوا الحاجه تكون بارده وحاجه تكون سخونه صافي. هنايا خديت الموس ديالي من طبيعه الحال وكنقطع على شكل مربعات. نتوما تحكموا في التقطع ديالكم، بغيتوا مربعات يكونوا صغارين، بغيتوهم يكونوا متوسطين، بغيتوا هم يكونوا كبارين، يعني نتوما غادي تحكموا في الحجم ديالهم. هنايا من بعد ما قطعت كناخذ داك السيرون ديالي اللي هو الحليب والشكلاط، كيعطي واحد المذاق اللي هو بنين بزاف بزاف.
هاد السيروم هذا راه كيجي بنين وكتجي لينا الكيكه ديالنا فازقه، كتجي معلكه وفي نفس الوقت كتجي لينا هشيشه. يعني راه صدقوني راه كتذوب في الفم. علاش لا تقادوها ان شاء الله في الفطور ديال رمضان ولا في الفطور، يعني نفطروا بها في اليامات العاديه. الدراري الصغار اللي كيمشيو للمدرسه يديوها معاهم، وحتى الناس من طبيعه الحال اللي خدامه حتى هي تديها معاهم. الخدمه راها يعني كتصلح لاي حاجه، والاهم انها كتجي بنينه وسهله ومقادير بسيطه. هاد كاز العنبه راني خويته كله على هاد البسبوسه ديالي، يعني سقيتها مزيان مزيان. صافي من بعد ما سقيت البسبوسه ديالي خديت انايا باش غادي نزينها يعني بهاد الفريز. الصراحه هاد الفريز حنا راجل اختي كان خرج من الصاله من الصاله ولقاه حدا الجامع واحد مول الفريز كيبيعوا 120 ريال، يعني 6 دراهم صراحه. شرا واحد الكميه لا باس بها، وحيدنا لها داك الرويصات الخضرين ديالها درناها في المجمد على حساب رمضان. نديروا بها عصير. المهم لقينا بعدا رخيص وشريناه. علاش لا ما نستغلوش الفرصه؟ ورمضان كيف كنبغيو العصائر وكنبغيو شي حاجه تكون دائما واجده. يعني الانسان كيكون عيان كتجبد داك الفريز كطحنوا مع الحليب مع واحد البنانه وها العصير واجد. صافي هنايا كيف ما قلت لكم زوقتو نتوما التزيين كيبقى اختياري. بغيتو ديروه بالفرامبواز، بغيتو ديروه بالكونفليكس تهرمشوه، بغيتو الشكلاط الابيض غير تحكوه في الحكاكه العاديه اللي كنحكو بها الثومه وديروها هكا في المربعات. التزيين كيبقى اختياري، كيبقى لكم الاختيار. كنتمنى دائما الوصفه تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. ما تندموش عليها، غير جربوا هذه السبوسه راها كتجي سهله وكتجي مهله. كنتمنى انها تعجبكم وتنال الرضا ديالكم ان شاء الله. غادي نقطع لكم واحد الطريف وتشوفوا الشكل ديالها وتشوفوا القوام ديالها كيفاش داير. صراحه راه كيجي بنين وكتجي كما قلت لكم فازقه. داك السيروم باش سقيتها داك الحليب والشكلاط كتجي شاربه بزاف وكتجي معلكه وكتجي هشيشه، يعني راها كتذوب في الفم. شوفوا اللمعان ديال البسبوسه ديالنا. كنتمنى دائما تعجبكم ودائما ما تبخلوش عليا بالدعم ديالكم والاشتراك ديالكم. كنقول لكم ليله سعيده والله يدخل علينا رمضان بالصحه والعافيه ان شاء الله علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه. دمتم في رعايه الله، والى فيديو اخر ووصفه اخرى ان شاء الله. بسلام عليكم.